جبت ليكم حلوة لذيذة رائعة والشكل ديالها ولا أروع بعجينة وحدة كنخرجوا بها هاد الخير كامل بطريقة سهلة وبمكونات جد بسيطة. شوفوا لي الشكل ديالهم كيفاش كيجي رائع ولا مذاق ما نقول لكمش كيجيو خطيرين. والأهم أنها غير عجينة وحدة. أول حاجة كناخدو 250 غرام ديال الزبدة اللي تكون بحرارة ديال المطبخ. أنا خديت هنا الزبدة اللي كتكون حيوانية كتعطي المذاق أفضل. رشيشة ديال المليحة وكاس ديال العنبة اللي عامر بالسكر الناعم، واحد الساشي ديال الفاني. وكنبدا كنخدم هاد الزبدة وهاد السكر مزيان حتى كيولي على شكل بوماد، وكنخدمو مزيان بيدينا. من بعد كنضيف ليه كاس ديال الزيت. الكاس اللي كنعبر به هو اللي كنعبر به كاع العبارات، يعني كاس ديال الزيت ديال العنبة. كنبدا كنمزج مزيان، كنخدم هاد الزبدة وهاد الزيت مزيان مع بعضياتهم حتى يندمجوا. كنخدمها بهذا الشكل. ومن بعد غادي نضيف جوج ديال الحبات ديال البيض بحراره ديال المطبخ. عندي هنايا البيض بالحجم الكبير، الا كان عندكم البيض صغيور ديروا 3 ديال الحبات صايي. وكنخدموا مزيان بهذا الشكل هذا. من ندخل هاد المكونات مع بعضياتهم غادي نضيف نفس الكاس ديال العنبه عامر بنشا الذره او المايزينا، هي اللي غادي تعطينا واحد الطراوه واحد القرمشه. فاش كيطيب الكاطو كيجي مقرمش وكيجي لذيذ. من كندخل هاد النشا صاي كنبدا كنضيف الدقيق تدريجيا شويه بشويه مع واحد الساشي ديال الخميره د الحلويات من فئه 8 غرام. كنبدا كنجمع غير بالاطراف ديال الاصابع ديالي كما كتعرفوا دواز اتاي او صابلي ولا كاطو. دائما كنجمعوه غير بالاطراف ديال الاصابع ما كنعجنوش. كنبدا كندخل الدقيق بهذا الشكل هذا حتى كنتحصل على عجينه اللي تكون رطبه. وبالنسبه للدقيق راه دخلت ليا 675 غرام ديال الدقيق، العجينه اللي تجي رطيبه كما غتشوفوا معايا في الشكل في لا فيديو. غادي ناخد هاد العجينة غادي نقسمها ل3 ديال الأجزاء، ممكن تقسموها حتى ل4 كيبقى لكم الاختيار. غير باش تعطيني كمية اللي كتكون لا بأس بها قسمتها على 3. أول عجينة غادي نكهها أو غادي نسمها ب3 ديال الملاعق كبار ديال نواد كوكو اللي حمرته حتى تحمر خليته برد. عاد بديت كنوضعوه في العجينة كندخلو مزيان غير بالأطراف ديال الأصابع ديالي حتى كيدخل مزيان. بالعجينة الثانية فضفت ليها 2 ملاعق كبار ديال الشوكولا فيرميسيل او هاد الشوكولا اللي كتكون هكا حبيبات. كندخلها حتى هي بالاطراف ديال الاصابع حتى تمتزج مزيان مع العجينة بهذا الشكل هذا. اما القطعة الثالثة ديال العجينة فضفت ليها معلقة كبيرة ديال الكاكاو المر باش نحصلوا على عجينة اللي كتكون بنية او العجينة ديال الشوكولا. صافي كنوضعوا واحد البلاستيكه عليهم باش ما تنشف ليناش العجينه، يعني كناخذوا وحده وكنغطيو زوج. خديت انايا العجينه الاولى اللي نسمتها بالكوك اللي بسطتها او سرحتها فوق جوج ديال ورق الزبده ولا جوج فوق بلاستيكات. كندير هاد الطريقه في الاخير باش تجيني العجينه من الفوق ملسه، يعني عطيه الوجه زوين. خديت هاد البورت بياس او هاد القطاعه اللي مربعه، رشمت بها الرشيمات. وهنايا بالنسبة للعجينة التانية تاع الفارميسيل خديت هاد المرشم وبديت كنطبع كندوزو في الدقيق وكنطبع. كيبقى لكم الاختيار النوع ديال المرشم اللي عندكم متوفر. الفران ديجا بديت كنسخنو على 160 درجة 175، يعني ما نفوتوهاش باش الصابلي ديالنا او الحلوه ديالنا كطيب على النار اللي تكون مهيله وكتقرمش وكتجي لون ذهبي، يعني ما تخطفش لينا ما ديفورماش لينا. بالنسبة لهاد النوع الأول اللي درت ليه الشوكولا فخديت الشوكولا بيضاء مذوبتها ومزجتها مع لاباتا تارتيني ديال البيستاش. بها غادي نعمر أو كنحشيها من الداخل باش تعطيني هاد الشكل هذا. أما بالنسبة للتزيين فخديت الشوكولا بيضاء ذوبتها ودرتها في واحد البوش وكنبدا كندير الخطوط في الوجه ديالها وكنزين بشوية ديال البيستاش اللي كيكون كونكاسي. صراحة كتجي لذيذة هاد الحلوة كيتواتى الشوكولا مع البيستاش بحال الشكل ديال الحلوة ديال شوكولاتة دبي، يعني كتجي زوينة وساهلة بطبيعة الحال.
أمّا في شوفوا الشكل ديالها كيفاش غادي يجي، كيجي رائع وراقي. الشكل التاني فدرت ليها الكراميل عفوًا beurre salé أو المملّح اللي كنت صايبته ديجا غير في الدار، كنوضع واحد الكمية اللي كتكون في الوسط وكنسدها أو كنوضع فيها القطعة اللي في اللي فوق منها، وهذا هو الشكل ديالو. أنا ما زينتوش من الفوق حيت هو ديجا راه مزيّن بالكوك، يعني خليته هكا طبيعي غير بديك شوية ديال الكراميل، والشكل ديالو كيجي رائع، وحتى المذاق بداك نوا د كوكو اللي كيكون محمّر كيجي لذيذ بزاف، بزاف. وأمّا الشكل التالت فما صورتوش ولكن راه ساهل، غير خرّجته من الفران، خليته برد شوية وزينته بواحد النقيطة ديال الشوكولا في الوسط، يعني تزيين اللي بسيط وسهل، وحصلنا على بلاطو اللي كيجي رائع هماوي وراقي وساهل في نفس الوقت. نتمنى هاد لا فيديو يعجبكم أو ينال الإعجاب ديالكم، ما تنساوش ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم الزوينة، وتفعلوا الجرس هكذا توصلوا بكل الفيديو كنكون نزّلته. خليت لكم الراحة وعيد مبارك سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.